حلوين، السلام عليكم. ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده كل سنه وانتم طيبين. هنعمل نوع جديد من انواع الحلويات النهارده ان شاء الله علشان نكمل نواعم العيد باذن الله. النهارده هنعمل يا حبايبي مع بعض صابليه. تعالوا نشوف الصابليه يا حبايبي هيتعمل ازاي. هو سهل وبسيط ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا نص كيلو زبده، ده لازم زبده يا حبايبي، ما ينفعش سمنه او زيت، ده لازم زبده. ومعايا كيلو دقيق كامل، لو انت حابه تقسم الدقيق يبقى هتحط ربع كيلو زبده. ومعايا كوبايه وربع سكر، يعني 200 جرام سكر بودره. ومعايا كمان يا حبايبي 3 بيضات. هنا البيض بتاعنا بلدي، لو البيض كبير يبقى هتحط بيضتين بس. ومعانا فانيليا، هنضيف فانيليا بعد البيض ان شاء الله. نبدا نشتغل كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هشتغل بالمضرب الكهربائي يا حبايبي، ما ينفعش اشتغل بالمضرب اليدوي علشان الزبده. ممكن تربيه بايدك ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اول حاجه فتت كده الزبده حبايبي. بسم الله. نضيف السكر يا حبايبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هضيف البيض كده يا حبايبي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. على طول 3 بيضات، ولا بيضه ولا حاجه، 3 بيضات فوق بعض كده، وفوق منهم الفانيليا. بسم الله. ورقتين 2 فانيليا اهو. حابه تزودي ورقتين تاني مفيش مشاكل. ذره ملح بسيطه خالص. بسم الله. اهي بين صوابعك كده. بسم الله. كل الحاجات ضربناها ببعض. الدقيق ده انا نخلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هنزل بالدقيق كله زي ما احنا متعودين، ننزل بالدقيق كده حبه حبه علشان نوعيه الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هلم بس كده بالاسباتيوله، لكن هعجن بايدي بعد كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده يا حبايبي العجينه اتلمت. بسم الله ما شاء الله. حبيت اوريها لكم قبل ما ادخلها الثلاجه. هدخلها الثلاجه دلوقتي لمده 10 دقائق بس علشان الزبده ترتاح واعرف افردها بس. وعندي القطعات وعندي الحاجات دي اللي انا هقطع بيها. نرجع بعد ما ادخلها الثلاجه، احطها في كيس بلاستيك وادخلها الثلاجه، ونرجع نفرد مع بعض ان شاء الله. بعد ما طلعنا العجينه من الثلاجه يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هاخد كل الكميه، هاخد جزء منها. بسم الله. والجزء الثاني هركنه جنب منه في الطاوله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرد على الكيس طبعا علشان ما نحتاجش دقيق، لان لو فردت على الرخامه كده هحتاج دقيق والصابليه بتاعنا هينشف، فانا عايزاه يبقى طري. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها بين كيسين. بسم الله. افضل الرخامه بتاعتي كده وابدا هفرد بالنشاره. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هيبقى رقيق جو ولا تخين جو. خلاص كده يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنرجع عن كده خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. شايفين القلب طالع جميل ازاي ما شاء الله. هعمل كل 2 زي بعض. بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا ديت القلب ده. بسم الله.
بالشكل ده كده. واحد مفتوح، هنعمل قلب مفتوح وقلب سليم. هعمل كل الاشكال يا حبايبي بالشكل ده كده، جزء مفتوح وجزء مقفول، لازم الاتنين يبقوا زي بعض، واحده مقفوله وواحده مقفوله مفتوحه. ده غطا جزازه عاديه خالص، خلي بالكم ده غطا جزازه اللي هي بتاعت السفن العاديه خالص. اللي عندها ادوات في القطاعات بتاعتها مش هتستخدمها، ما عندهاش قطاعات خلاص هتتصرف لنفسها وهتعمل البواقي دي الزيادات ديت هفردها تاني، هتلم كده وهفردها مره تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل باقي التشكيلات يا حبايبي بتاعتي دي، انا عندي كذا شكل مش شكل واحد. هعمل كل التشكيلات واقطع كل العجينه وهرجع معاكم ان شاء الله قبل ما ادخلها الفرن واوريكم التشكيلات اللي انا مقطعاها. قطعت صينيتين يا حبايبي اهوت كذا شكل اهو. هدخل دلوقتي الفرن درجه حراره متوسطه يعني 140 150 زي البسكوت او زي البيتفور بالظبط. هياخد لون ذهبي من تحت وهنطلع على كده ان شاء الله. مش هياخد ازيد من ربع ساعه في الفرن او 10 دقايق. بعد ما استوى حبايبي كده الصبليه بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله. وبردت الصينيه كمان، اول صينيه سويناها دي بص اللون ذهبي من تحت وفاتح من فوق اهو ما شاء الله. دلوقتي هنبدا نسيح شوكولاته ونبدا نزين ونشبك كل اتنين زي بعض، واحده مفتوحه وواحده مقفوله، هنزينهم مع بعض. خد من 10 دقايق لربع ساعه يا حبايبي، اختلاف الصواني في الفرن. اول الفرن ما سخن ياخد 10 دقايق بس، ما نزودش عليه النار علشان ما يجرمش مننا. هنشبك دلوقتي بالشوكولاته وبالمربى ونزينه ان شاء الله مع بعضين. انا عندي شوكولاته يا حبايبي هنا، عملت لها حمام بخار وحطيت حبه زيت عشان اخليها سايله بالشكل ده كده. وعندي مربى حطيتها في قرطاس كده للتزيين برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كل اتنين كده، دي واحده مقفوله وواحده مفتوحه اهي. بسم الله. ممكن تحط الشوكولاته على فكره في كيس برضو عشان تبقى سهله عليك بالشكل ده كده. بسم الله. وممكن تسيبيها شويه لغايه ما تجمد وبعدين تزوجي بالمربى، لكن انا هزوج على طول وبعدين ادخلها التلاجة بالشكل ده كده كده. كده ينفع وكده ينفع. بسم الله. ده المدور اهو نوع تاني، فرمة تانية ديت اهي. بالشكل ده كده. ده القلب، هو رسمة القلب اهو، طالع شكله شيك وجميل جدا. اشكال كتير معانا، واي شكل عندك تقدر تعملي بيه بالشكل ده كده. عندنا الوردة هنا، واحدة كمان من الوردة عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بالشكل ده كده. هخلص كل الكمية يا حبايبي اللي عندي بالشكل ده كده وارجع معاكم نقدم مع بعض ان شاء الله. وده الشكل النهائي يا حبايبي للصابليه بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين عملنا كميه قد ايه ما شاء الله. اشكال جميله كلها واشكال حلوه وريحته تحفه وشكله ما شاء الله عليه. بس يا حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلهم مني كل الوصفات السهله السريعه. بالهنا والشفا الحبايبي.